من العجيب بقى والغريب في تاريخ المصريين وعلاقتهم بالسلاطين إن هم كانوا أحيانا يتشائموا من سلطان، وأحيانا يتفائلوا بسلطان. مثلا كانوا متفائلين جدا بعز الدين أيبك أو المعز أيبك التركماني زي ما كانوا المؤرخين بيوصفوه. وطبعا تقرب إلى المصريين كثيرا، خصوصا بعد انتصاره على الملك الناصر صلاح الدين يوسف حاكم الشام. لكن المصريين بسرعة قدروا يغضبوا عليه، والحقيقة انه تغير خاطر المصريين على الحكام ما عادش حد يقدر يحكمه امتى او بيتم ليه وازاي، لكن هو مزاج مصري جمعي عجيب يحدث دونما مقدمات. رغم انه صاحب النجوم الزاهرة اللي هو ابن اياس كتب في بدائع الزهور في وقائع الدهور الجزء في الاول، وصف المعز أيبك التركماني بدقة شديدة. قال كان عفيفا طاهر الذيل بعيدا عن الظلم والعسف، وأحبه العامة لتسامحه، كما وصفه مولانا العالم الأزهري الجليل العسقلاني قائلا لم يكن أحسن منه ولا أكمل ولا أبهى صورة. وحالة المصريين المزاجية كانت ماشية مع التركماني. لكن عندما قتل المظفر قطز سنة 1250 برضو المصريين تشائموا بخبر مقتل الملك أو السلطان قطز. إنما سنة 1261 لما السلطان بيبرس البندقداري تولى الحكم فرحوا بيه جدا وحزنوا عند وفاته. وكان المصريين أيضا تكرر حزنهم وأسفهم لما مات السلطان سيف الدين ألاون سنة 1290. وما تعرفش سخرية المصريين بتتم امتى وليه وازاي. لكن على سبيل المثال بدت الأغاني الساخرة تطلع في حياة المصريين وعلاقتهم بالسلاطين تقريبا من بداية عام 1309 عندما رسم المظفر بيبرس واحتفل بما يطلق عليه وقتها فتح السد من غير وفاء النيل. وكانوا زعلانين وغضبانين. الراجل عامل احتفال بالنيل، والنيل أصلا في ذلك العام لم يأتي الفيضان المعهود.